هنا حلب من أقدم مدن العالم، كانت على موعد مع آلة الدمار الأسدية التي طحنت ودمرت المنازل على رؤوس ساكنيها. حولت تلك المنازل إلى قطع من حصى تدفن بداخلها ذكريات سنين، فأصبحت مشاهد الدمار والخراب في كل مكان شاهدا حيا على جرائم النظام. فالصواريخ والقذائف لم تدمر المباني فحسب، بل دمرت أماني وآمال وأنفاس وذكريات وأحلام. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. القصف الهمجي لم يترك شيئا لم يستهدفه، بداية من المساجد وتدميرها بشكل كامل، ما يتنافى مع كل القيم الدينية والأخلاقية. حتى الأسواق كانت في دائرة الاستهداف، وطغت رائحة الدماء على أكاليل زهرها. في أزقة حلب القديمة تتكرر مشاهد الركام والدمار ليتحدث عن نفسه بنفسه، فالمصاب جلل والفاجعة كبيرة، ورغم ذلك يبقى صمود الناس قوة بقائهم على قيد الحياة. وبالرغم من تدمير ونهب الكثير من النفائس التراثية والأثرية، إلا أن حلب خبأت تحت ركامها جزءاً من هويتها الحضارية العريقة.
حمام القواص، والتي تقع عند مدخل باب النصر. تعتبر من أجمل حمامات المدينة القديمة لرحابة أقسامها وفسحة أرجائها واكتساء جدرانها بالقيشان الإسباني وأرضياتها بالرخام الإيطالي. لم تستخدم الحمام للاستحمام فحسب، فبالأمس كانت تزدحم بالسياح والحفلات والمناسبات الاجتماعية. تعيدك أقسام الحمام ذات الطراز العريق إلى العصور الوسطى، حيث كانت المدينة تتحصن بقلعتها وتشمخ بأبوابها. فاسأل أحجارها تخبرك عن العهد المملوكي والعهد الروماني والعهد العباسي. تخبرك أنها ستنفض غبار الحرب عنها يوما ما، ليعود بريق مخملها الملون ويزهر الندى في أرض السلام، وتنهض مدينة الشهباء حلب من تحت الركام.